بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا لازم أتكلم على الشأن الخارجي شوية، وبعدين هتكلم على الشأن المحلي بالنسبة للصفقات الكبيرة جدا عملها نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي، وكمان حارس المرمى محمود الزنفولي ووسام أبو علي اللاعب نادي الأهلي. في البداية طبعا نجحت بالونة الاختبار بالنسبة للاتحاد المصري أو اللي شغال مع الاتحاد المصري بفكرة هيرفي رينار. نجحت نجاح كبير جدا جدا، ان خدت من وقتنا وشغلتنا كتير، وكمان بدأنا نتفاعل على السوشيال ميديا ان هيرفي رينار هو المدير الفني للمنتخب المصري. لسه ما خلصناش من ري فيكتوريا وال 200 الف دولار، انا ماليش، ما اعرفش الامور الماديه كام، والشرط الجزائي، وهل في شرط جزائي، ما في شرط جزائي، وهل زي ما يشاع. انا على الاقل المفروض يكون في حد من الاتحاد المصري يطلع يدينا بيان بكل اللي بيحصل او اللي هيحصل او اللي حصل مع هيرو فيكتوريا. ده حقنا احنا كجمهور وكاعلام مصري ان نسمع بيان او نسمع على الاقل ماذا تم مع ري فيكتوريا، بعد كده نتكلم في القادم. ولكن طبعا بالونه الاختبار بهيرفي رينار انا موافق عليه. يتمنى ان هيرفي يكون المدير الفني القادم لمصر. ده خطوه واتاخرت 3 4 سنين، مدير فني كبير جدا. ولكن انا معلومتي ان هيرفي تم التفاوض معاه من قبل الاتحاد الجزائري بعد خروج الجزائر من الدور الاول مع ورحيل جمال بالماضي، ان هيرفي اشترط عليهم، قال لهم انا هدرب في شهر 3 وشهر 6 المنتخب الجزائري، بس هكون متواجد مع منتخب السيدات في فرنسا اللي كان معاهم في كاس العالم من اشهر قليله. وبالتالي الاتحاد الجزائري ما وافقش. هل الاتحاد المصري هيوافق على نفس القصه ونفس الجزئيه، ولا هيرفي نار زي ما الناس بتتكلم ان هو خرج من تدريب منتخب السيدات الفرنسي؟ انا ما اعتقدش. ولكن طبعا هي فكره جيده جدا جدا من الاتحاد المصري انه خد او شغل تفكيرنا الايام لغايه ما نشوف هيرفي رينار هيعدي، وبعدين هنشوف حد تاني ونرجع تاني للمدربين الاخرين. ولكن ما اتمناه بالنسبه للاتحاد المصري وبالنسبه للناس القائمين على الكوره ان انا ما اجيبش مدير فني فقط غير اديله 200 الف دولار او رقم، يعني ماليش دخل بالاتفاق. الاربع منتخبات اللي وصلوا السيمي فاينل بالنسبه لكاس الامم الافريقيه اعلاهم هوجو بروست 37 الف دولار بالنسبه لجنوب افريقيا. بقيه المنتخبات كلها سيباستيان دي صابر واخد 25 الف دولار. وبالتالي بتتكلم على مدربين ارقامهم قليله جدا. انا ما اريده ان انا اجيب مدير فني يتناسب مع امكانياتي في التوقيت الحالي، ما يشتغلش فقط لغير ان هو يلعب على تصفيات كاس الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم، ولكن يبني لي مشروع للكوره في مصر. يبني مشروع ان يجي يعمل توحيد لكل الامور، الفريق الاول مع الفريق الاولمبي مع منتخب الشباب مع منتخب الناشئين، وليه لا انه يتولى اداره كل شيء مع مشرف عام على الكوره بالنسبه للاتحاد، مع ناس مختصين، مع لجنه او شيء او جهاز يكون متواجد معاه لمتابعه كل الامور. نشتغل شويه بشكل صح، يعني يجيبوا حد يكون مسؤول. طالما بياخد 200 الف دولار يدينا 10 دقائق من وقته يوميا، يدينا نص ساعه من وقته يوميا لمتابعه الاتحاد، لمتابعه المراكز الشباب، لمتابعه كمان الاكاديميات، لمتابعه الفريق الاول والفريق الاولمبي. وليه لا؟ دي الجزئيه الثانيه انا اتكلمت فيها الاسبوع الماضي، قلت على ميكيلي. اتمنى ان ما يكونش التفكير في الوقت الحالي ان ميكيلي هو يكون المدير الفني لمنتخب مصر. ميكيلي كسب مع منتخب الاولمبي البرازيلي، ولكن انا وجهه نظري لا يتناسب مع امكانيات المنتخب المصري الاول، لان اللعيبه كلها سوبر ستار. ممكن يشتغل مع اللعيبه الصغيرين انما ما يشتغلش مع الفرق الكبيره او اللعيبه الطب او اللعيبه اللي عندها اسماء. دي وجهه نظري، خدوها او ما تاخدوهاش انتوا حرين بيها. ولكن المره الثانيه بقول ان نجحت بلونة الاختبار. اتمنى القادم من اي مدير فني اذا كان كارلوس كوروش او هيرفي رينار ان يتولى اداره كره القدم في او اداره المنتخبات بالنسبه للاتحاد المصري. ليه؟ علشان نعمل خريطه وخطه جيده جدا تتناسب مع الكواليتي اللي المفروض نطلعه او نخلقه بالنسبه للكره المصريه. دي الجزء الثاني هو طبعا الانجاز الكبير جدا جدا او المعجزه اللي حصلت من نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي في طاق القيد. نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي تولوا الاداره في فتره قليله جدا جدا. فكره طاق القيد انا شايفها معجزه، وكل التحيه والتقدير للمجلسين. ان الزمالك بعد الديون الكبيره جدا المتراكمه عليه في الفتره الاخيره والمشاكل الكبيره جدا اللي تولى ادارتها مجلس الاداره الحالي، وانه يخرج
ويفك القيد وجدول الديون ويعمل صفقات انا شايفها ممتازه بالنسبه لنادي الزمالك. انا شايف ده حاجه تعتبر انجاز ومعجزه نرفع لها القبعه، لان الناس اشتغلت وسكتت لغايه ما خلصت كل شيء. طبعا بالنسبه للصفقات، عبد الله السعيد واحد من عناصر الخبره يا جماعه. اللي بيشكك في عبد الله السعيد هو ما زال واحد من افضل اللعيبه او صناع اللعب في اخر 15 سنه بالنسبه للكره المصريه. عبد الله كان ينقصه في بيراميدز جمهور، ومع الزمالك هيلاقي جمهور، وانا شايف ان عبد الله هينتج وهينتج بشكل كبير جدا، واحد مهم لنادي الزمالك. بس اتمنى ان اللعيبه تساعد عبد الله علشان يقدر ينتج اكتر زي ما شفنا مع الاسماعيلي ومع الاهلي وكمان مع بيراميدز. الناحيه الثانيه ناصر ماهر بديل ممتاز او صانع لعب رائع مع اوباما مع عبد الله السعيد، هايلين. يعني انت عندك دكه وفيره غنيه فيها كل الحلول، وده برضه ممكن يكون امر جيد بالنسبه لنادي الزمالك يشتغل عليه مع جوميز مدرب ممتاز. احمد حمدي صانع لعب، ولد برضه صغير، عملوا مزيج من الخبره ومزيج من الشباب، ممكن يساعد الزمالك في بعض المراكز اللي كانت ناقصه، وده اللي اشتغل عليه مجلس اداره نادي الزمالك. وانا وجهه نظري شايف ان الصفقات بتاعتهم هتفيدهم كتير جدا، بس محتاج وقت، محتاج صبر مع المدير الفني الجديد جوميز. اللاعب الفلسطيني ياسر حمد مدافع هايل، مدافع جيد. انا بالنسبه لي مفاجاه ان الزمالك يجيبه. مع الوقت هنشوف لعيب عنده امكانيات جيده جدا هيساعد خط الدفاع بالنسبه لنادي الزمالك. مهاب ياسر جناح الداخليه، الزمالك فعلا محتاج اجنحه بعد رحيل بعض اللعيبه منه مصطفى فتحي، وكمان شيكابالا بيلعب ساعات على الطرف ما بيلعبش على الطرف. نفس الموضوع نيمار في وقت او اوقات، زيزو نفس القصه. وبالتالي مهاب ياسر ممتاز، ومع الوقت هيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك. طبعا في محمد عاطف جناح، سيف الجزيري كرأس حربه. اعتقد ان مهاب او محمد عاطف ممكن يكون الفتره الجايه لو خد نص ساعه في نص ساعه، مع طبعا التعليمات اللي ممكن ياخدها من جوميز، ممكن يكون شكل جيد جدا بالنسبه للزمالك. طبعا في محمد شحاته، في سيفيرو جعفر رجع تاني نادي الزمالك. لا بصراحه الزمالك موفق جدا جدا، ومجلس ادارته نجح نجاح كبير جدا انه يعمل الشكل الممتاز في الصفقات بتاعته، وغير انه يفك القيد. عارف يعني ايه يفك القيد؟ عارف ان يكون عليك 300 400 مليون، عارف يعني ايه تجدول الديون، عارف يعني ايه تشتغل وانت ساكت وتسمع كل النقد اللي بيجي لك من جماهيرك ومن بره جماهيرك، بعد كده تفك القيد وتعمل لا يقل عن 10 صفقات، منهم اللعيبه المهمه جدا اصحاب الخبره، ومنهم لعيبه صغيره عاوزه تثبت نفسها، عاوزه كمان تدي النادي الزمالك علشان يكون لها دور مع المنتخب المصري الفتره الجايه. ممتازين مجلس اداره نادي الزمالك. نروح لمجلس اداره نادي الاسماعيلي، لا يقل شيء عن مجلس اداره نادي الزمالك، بل على العكس ممكن يكون انجاز اكبر. ليه؟ الاسماعيلي ماديا اقل، الامور الموارد الماليه اقل، ما عندوش رجال اعمال زي اللي موجوده في نادي الزمالك. وبالتالي ان نصر ابو الحسن ومجلس اداره نادي الاسماعيلي في فتره قليله جدا يفكوا القيد ويحلوا مشاكل لعيبه، منهم الزموري ومنهم كمان شيلونجو واللاعب الارجنتيني وبعض اسماء المدربين، ده شيء رائع من نصر ابو الحسن. اتمنى من جمهور الاسماعيلي يساعده، اتمنى كمان من الناس اللي موجودين في الاسماعيليه يساعدوه، لانه الراجل عمل ما لا يستطيع ان اي حد يعمله في ظل ضعف الموارد الماديه اللي بتيجي النادي الاسماعيلي عن الاسماعيلي، على عكس نادي الزمالك مع احترام وتقدير عنده رجال اعمال، عنده موارد احسن بكتير جدا من اللي موجوده عندنا. ومع ذلك بنقول نتكلم على الاسماعيلي اللي عمل صفقات الى حد ما جيده، ممكن تريح كتير جدا. ايهاب جلال اللي سابه الاسماعيلي قاعد عسقلاني، ولد صغير في السن عنده مستقبل كبير، ولكن راح راسته في الروسي. نفس الموضوع ياو انور، يعني ب 25 مليون يورو. لو حد سالني انا كنت اتمنى لو عبد الرحمن مجدي جاله 25 30 35 مليون كان يمشي من النادي الاسماعيلي ويجي حد بداله. ليه عبد الرحمن 3 4 سنين كشف حساب ما قدمش حاجه النادي الاسماعيلي، مع احترامه وتقديره هو لعيب كويس جدا، ولكن في التوقيت الحالي ما اضافش النادي الاسماعيلي، وبالتالي كانت صفقه من الممكن تكون في الفتره الصيفيه. ولكن طبعا نروح لصفقات النادي الاسماعيلي. احمد الشيخ اتمنى انه يركز في الكوره، اخذ فرصه لاحمد، لعيب هايل، جناح ممتاز، صانع لعب، بيعرف يجيب جول، محتاجينه على اليمين او الشمال. مع ايهاب جلال اشتغل معه على ما اعتقد في المقصه، وبالتالي ممكن ينجح. طبعا ايريك تراوري نفس الموضوع، اشتغل مع ايهاب جلال في بيراميدز، ولاعيب هايل كوسط ملعب. اتمنى انه يكون
في ليه دور كبير جدا في الشكل الهجومي، بوكس بوكس اللي هي من لعيبه الصراع، من اللعيبه اللي بيعرف يجيب جول، وده اللي محتاجه النادي الاسماعيلي التهديف. عبد الكريم مصطفى باك ليفت جيد، احنا ما عندناش باك ليفت، وبالتالي التعاقد معاه كان جيد جدا جدا. عمرو مرعي كراس حربه، اسماعيلي بقى له فتره كبيره جدا بيلعب بيها اونر اللي هو مش راس حربه، لكن عمرو مرعي اذا اشتغل واشتغل على نفسه وتعب ورجع تاني عمرو مرعي اللي احنا نعرفه، ممكن يكون راس حربه جيد في ظل الوقت الصعب النادي الاسماعيلي. محمد دبش كقلب دفاع، فعلا محتاجين قلب دفاع، وبالتالي لما نتكلم على صفقات نادي الاسماعيلي على قدر الامكان ممتازه. ليه؟ الوقت قليل جدا، الفلوس قليله جدا، فتره القيد كانت صعبه جدا بالنسبه للاسماعيلي. المعروض او المنتج اللي المفروض ندور عليه قليل كمان بالنسبه للنادي، على عكس فتره الصيف بيبقى المساحه كبيره ان انت تختار لاعب واثنين وثلاثه واربعه. ولكن الاختيارات بتاعت نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي انا ارفع لهم القبعه، لان طبعا في وقت قليل قدروا يعملوا انجاز كبير جدا ليهم كمجلسين اداره. اتمنى، لان كره القدم في مصر مع الزمالك والاسماعيلي هيبقى في منافسه كبيره جدا، حتى بتواجد بيراميدز او فيوتشر او سيراميكا او الاتحاد، مع احترامي وتقديري كمان، والمصري نفس القصه مع الامار، كل دي انديه ممكن تدي شكل كويس جدا للدوري المصري كمنتج كبير جدا. النادي الاهلي طبعا التعاقد مع الزنفولي في ظل اصابه الشناوي، وكل الكلام اللي اتقال عن الشناوي انه كلم محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب، او الشناوي رفض ابو جبل، الكلام ده ملوش اساس من الصحه. الشناوي انا عارفه شخصيا، الشناوي اساسا شخصيته ما ينفعش يرفع سماعه التليفون ويكلم حد. ثانيا النادي الاهلي كنادي لا يسمح للاعب التدخل في صفقه من الصفقات، وبالتالي ابعدوا خالص الشناوي وخلوه يرجع، نتمنى له التوفيق. ولكن التعاقد مع الزنفولي في الوقت الحالي امر جيد بالنسبه للحراسه للنادي الاهلي، مع مصطفى شومير، مع كحارس ثالث في النادي او ثاني عند ثالث عندما يعود الشناوي، او ثاني بالنسبه للزنفولي. وسام ابو علي الاصابه اللي جات له نتمنى له العوده بسرعه. لعيب عنده مستقبل، عنده حاجه يقدمها النادي الاهلي. الاهلي بيعرف يدخل اللعيبه في المجموعه واللعيبه في الشكل الجماعي بسرعه من التعاملات الخاصه بتاعه اللاعبين، وبالتالي انا شايف ان هي صفقات جيده جدا بالنسبه للانديه المصريه. تحياتي طبعا وكل التوفيق للانديه المصريه، واتمنى اشوف مثلث الرعب للكره المصريه، الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومعهم المصري والاتحاد، لان الخمس انديه شعبيه هم دول اللي ممكن يخلوا فيه متابعه كبيره جدا خارجيا وداخليا. وبالتالي كل التوفيق لمجلس اداره النادي المصري، مجلس اداره نادي الاتحاد، وكل الشكر لنصر ابو الحسن وحسين لبيب ومجلس اداره الزمالك ومجلس اداره النادي الاهلي، وكل التوفيق كمان طبعا للنادي الاهلي في بطولات افريقيه. تحياتي، وباذن الله اشوفكم الاسبوع الجاي.